السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايديا مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو يا حبايبي اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهارده كده هنعمل مع بعض غدا جميل جدا. هنعمل مع بعض ايه؟ الكشري المصري على طريقتي. طبعا هنبتدي كده ايه. اول حاجة كده هنعمل ايه؟ الصلصة بتاعتنا. هنزل كده ايه، قطعت بصلايه كده كبيره ونزلت كده ايه حبه زيت يعني عليها. وطبعا ايدي فيها على طول عشان طبعا ده ايه بصل احمر. انا عايزاه يدبل بس مش عايزاه يحمر معانا، عشان لو حمر معاكي هيسود معاكي كده ومش هيبقى ايه شكله حلو كده ايه في الاكل يعني. وده كده ايه العدس الكشري بتاعنا. بصوا، طبعا انا كنت المفروض كنت نقعته قبلها. لا انا غسلته يعني وحطيت عليها الميه ايه وحطيته على النار على طول يعني. ودي لحمة كده ايه كنت يعني ايه طبختها لتاني يوم يعني مش للنهاردة يعني. ودي الطماطم حطيت كده عليها ايه قرن فلفل، قرن فلفل حراق يعني. هضربه كده ايه مع الطماطم عشان ايه اللزوم بقى الكشري عايزينه حراق كده وحلو يعني. بصوا البصلايه طبعا ايه مهديه عليها النار عشان ايه ما تتحرقش مني. وهنزل كده ايه بنص معلقه كده كبيره من الثوم المفروم. طبعا البصل والصلصة والتخديعة والحاجات دي، التوم ده اساسي فيها يعني عشان بيديها طعم حلو. وتبقى طعمها حلو كده في الاكل يعني. لازم التوم كده في البصل يعني. وهقلبه كده لغايه ايه ما التوم ايه يصفر معانا كده ويبقى ايه شكله حلو كده زي ما انتوا شايفين. وايه وهنزل بالطماطم ايه عليه بعد ما ايه ما ضربناها كده في الايه في الخلاط. هنزل كده ايه بالطماطم كده بالشكل ده. طبعا ايه هنكرم الشفشق كده ايه بحبة مية ايه. وعشان طبعا ايه ربنا يكرمنا كده مش هنغسله طبعا بالطماطم بتاعته لا. هنكرمه كده ايه بحبة من المية كده وهننزل ايه عليها كده ايه على الطماطم يعني. وهسيبها كده ايه مع نفسها كده تتسبك وتعيش حياتها. بصوا العدس كده ايه دخل في الغليان يعني. عامة العدس ده بياخد سوا حب يعني. فايه اول ما يغلي كده هدي عليها النار وهسيبه بقى ايه يعيش حياته. بصوا كده ايه بعد ما ايه العدس كده يعني مهديه عليها النار وسايبك كده ايه يستوي يعني. وده كده ايه الصلصه بتاعتنا كده اول ما غلت حبه كده هنزل كده ايه بالتوابل. هحط لها ملح واحط لها ايه فلفل اسود وحبه كمون وحبه كزبره ناشفه. هي دي التوابل اللي انا ايه بحطها للايه للاكل عندي يعني. فلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه والملح. خلاص اهو كده وايه وهقلب الصلصه كده بتاعتنا واسيبها بقى ايه تكمل ايه تسبيكه بتاعتها يعني. هي كده لسه ما تسبكتش، لسه برضو ايه حبه كده تتسبك يعني. وهحط بقى ايه للعدس برضو هحط للعدس كده برضو حبه ملح وحبه كمون وحبه فلفل اسود عشان طبعا ايه لازم العدس يبقى حيق معاكي ويبقى حلو يعني. لازم تحيقي كل حاجه كده ايه في الكشري اللي انت ايه هتعمليه يعني. خلاص كده وطبعا انا مهديه عليها النار. يستوي كده وايه مع نفسه كده ويبقى حلو يعني. اهو كده هغطيه وهسيبه بقى ايه يستوي يعيش حياته. هاتي كده ايه حله على النار كده ونزلنا بحبه من الزيت. زيت سمنه براحتك انتي. انا بحب كده اطبخ الرز كده بالزيت وممكن احط زيت وسمنه يعني. بس النهارده هطبخه كده بالزيت. ونزلت كده ايه غسلت حبه رز يعني. هنزل بنص الكميه كده في الزيت عشان احمرهم يعني ايه. بصوا انا هعمل الرز النهارده رز محمر بشعريه يعني بيبقى جميل جدا وحلو جدا يعني. وده حطيت كده حله على النار كده في حبه ميه عشان ايه نسلق المكرونه بتاعت الكشري. خلاص بعد ما ايه الرز كده اتحمر معانا هنزل كده ايه بحبة من الشعرية. بصوا الشعرية دي اساسي كده في الرز. بيبقى الشعرية عامة بتخلي للرز طعم حلو جدا ويبقى طعمه حلو يعني. الشعرية اساسي كده عندي في الايه في الرز. الا بقى لو ما عنديش كده هروح ايه الرز المحمر والابيض وخلاص على كده يعني. طبعا ايدي فيه على طول كده عشان ايه الشعرية طبعا مش بتستحمل النار. ممكن تتحرق مني في ايدك فيها على طول يعني. وهحط كده التوابل حطيت ملح فلفل اسود حبة كمون عشان ايه يدينا طعم حلو كده ايه للرز بتاعنا يعني. وهقلبهم تقليبة بسيطة كده عشان ايه الكمون ما يتحرقش مني. خلاص يبقى ايه تقليبه بسيطه كده وهنزل كده ايه بالرز الابيض على الايه الرز المحمر والشعريه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. واقلبهم كده ايه لغايه ايه ما الرز يتقلب كله في بعضه.
اهو كده بالشكل ده. بصوا ريحة الرز تحفة وجميلة جدا يعني. هزودها المية كده، مية عادية خالص من الحنفية، ده رز بلدي بتاعنا يعني. فبياخد ايه سوا حبة، فانا ايه بزوده من الحنفية، وعامة الحنفية عامة المية بتاعتها سخنة عامة يعني. وهسيبه كده ايه يعيش حياته، وهنشوفه كده ايه بعد ما يستوي. بصوا كده ايه بعد ما اتشرب كده واستوى، تعالى اوريكم بقى الرز الجميل. بصوا تحفة وجميل جدا جدا. بصوا كتري، لو انت هتعمليه حبة وحبة كتري الرز المحمر، بيبقى لونه حلو كده، وشكله حلو كده، وطعمه جميل جدا لما ايه الرز المحمر يبقى اكتر من الرز الابيض، مع الشعرية مع التوابل. تحفة وريحته جميلة جدا، وكان طعمه حلو جدا يعني. اهو كده طبعا انا مهديه على النار بيتشرب يعني ولسه يعني. ودي انا كده ايه المكرونه حطيتها كده في الميه، هسيبها بقى ايه تستوي. برضو قطعت كده بصلايه، قطعتها شرايح رفيعه كده بالشكل ده. وعشان ايه طبعا ايه لزوم الكشري بقى، البصل لزوم الكشري والكشري لزوم البصل يعني. طبعا البصل ده كنت منقعاه في ملح عشان ايه لما نيجي نحمره يبقى ايه مقرمش معانا وناشف كده يبقى حلو. خلاص هسيبه كده على النار طبعا، وايدي فيه على طول عشان ايه يتحمر كله مرة واحدة ويبقى كل اللون واحد يعني. ودي المكرونة طبعا ايه دخلت في السوا كده، جميلة جدا. وهنصفيها كده وايه ونرجع تاني. بصوا بعد ما ايه صفيت المكرونه وغسلتها وحطيتها تاني في الحل، حطيت لها بقى ايه التوابل. حطيت لها ملح، حبه ملح وحبه فلفل اسود وحبه كمون وحبه زيت، بس الزيت يكون نظيف يعني مش زيت التموين بتاعنا. او ما عندكيش زيت حطي معلقه سمنه عشان ايه تخلي المكرونه كده مفرده وتبقى حلوه يعني. خلاص طبعا ايه مشغله النار هقلبها تقلبتين كده ونطفي من عليها يعني. خلاص اهو كده. وده كده ايه بعد ما البصل اتحمر معانا، بصوا الجمال. شايفين كله واخد لون واحد عشان طبعا ايدي فيه على طول ما اتحرقش مني، وكان جميل مقرمش كده وحلو. وده الرز بتاعنا، وده العدس طبعا حطيت له حبة زيت عشان يدينا لمعة حلوة. ودي الصلصة بتاعتنا، ودي المكرونة. ودي طبعا اللحم اللي احنا ايه مش هناكلها النهاردة، دي سايباها لتاني يوم يعني. كانت جميلة، دي عاملاها بصلاية كده مع قرن فلفل مع التوابل وايه، وخليتها كده على النار. يعني ايه من غير شوربة يعني. خلاص اللحمة دي من غير شوربة يعني، بصلاية وفلفل اخضر والتوابل، وكل ما تنشف حبة مية كده لغاية ما تستوي تبقى جميلة جدا وطعمها حلو جدا يعني. تعالوا بقى ايه بصوا بعد ما حطينا كده ايه في الاطباق الكشري بتاعنا الجميل. بصوا هي دي عامه الكشري دي اكله حلوه جدا يعني. بصوا الواحد بعد ما يزهق من الفراخ واللحمه والحاجات دي، فايه قلنا نغير النهارده ونعمل بقى ايه الكشري المصري بتاعنا على طريقتي، جميل جدا وحلو جدا. في ناس بتحط حمص الشام، احنا مش بنحبه يعني مش بحطه خالص. وفي ناس بتحط مكرونه سباكيتي، فايه انا ما عنديش بصراحه، فاستكفيت ايه بالمكرونه ديت. وده كان غدانا النهارده، اتمنى يكون عجبكم. ولو عجبكم لايك وشير كده لاعمال ايديا مع ام كريم. بحبكم في الله احلى متابعين. وما تنسيش اللايك من ايدك الجميله للكشري الحلو ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.